سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا ربي خذوا. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي، ومبروك عواشركم. المهم هاد الأيامات كلها راه عواشر تبارك الله، شعبان قريب، رمضان قريب إن شاء الله، بالشهيوات الثاني إن شاء الله والمهم بالصحيحة وطولة العمر، واللي عنده والديه الله يخليهم ليه، واللي ماتوا الله يرحمهم ليه، والله يرزق لكم في الصحيحة وفي الوليدات إن شاء الله يا ربي. المهم اليوم واحد الفلوق خفيف ظريف ديال نهار الحد، فاش كيكونوا الدراري هكا في الدار ضروري كنحاولوا ما امكن يعني نبدلوا لهم شويه داك الماكله. مع دابا انا بنتي كتاكل ديما في المدرسه، كتغدى في المدرسه. المهم اليوم قلت ندير لهم شويه ديال الحوت، حيت انا ما كنقدرش نعطيها الحوت تديه للمدرسه، كنخاف من بحال هكا وصافي. المهم كعارفين واخا كيكون الحوت ما فيه لا شوك لا والو، ولكن كنبغي تاكل شي حاجه اللي تتكون طريه يلاه طايبه نيت في البلاصه. المهم اليوم درت لهم شويه ديال الحوت ما فيه لا شوك لا والو، درت شويه ديال الفرخ وشويه ديال السيبيا ولا الكالامار، المهم اللي لقيتو، ولا المهم حوت بيض ولا داك الميرنا، المهم اللي لقيتو. انا خديت الحوت نقيتو درتو فيلي، ودرت غندير ليه العطريه، شويه البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه ديال البابريكا اللي هي التحميره. هنا الخرقوم راه طحنته باقي ما درتوش في القريعه. المهم المليحه، الثومه، الربيع، شويه ديال الحامض، يعني نعصروا لها واحد نص حامضه، وصافي كنخليوه جانبا حتى كيشرب ديك العطريه مزيان. وهنا الملحه كنديروها طبعا على حسب الذوق. وواحد المساله ما عرفتش علاش هاد المره شريت السيبيه كنلقاها مالحه، ما عرفتش، اللي عارف يجاوبني في لي كومونتير واش هادوك اللي كيبيعوها لي داروا لها الملحه ولا هي كتكون مالحه هكاك من حيت ما مولفاش. انا كنذوقها يعني هكا فاش كنبدا نقي فيها راه حتى كناكلوها، وكندوق السيبيه كنلقاها مالحه، وراه نفس الحشوه اللي درت ليهم في نفس يعني في نفس الزلافه واستغربت كنلقى السيبيه مالحه. علاش؟ واش من يعني من هكا من البحر كتجي مالحه، ولا هما داروا لها الملحه؟ المهم مازال كنقول غادي نمشي عند مول الحوت وغادي نسولو نقول له علاش جات السيبيه مالحه بزاف. والمهم هادشي اللي كاين. غادي ندوزو دابا، غادي نقطع شويه ديال الربيع باش نزيدو لداك الحوت كما شو. المهم غادي نقطع شويه ديال القزبر والمعدنوس رقيق، وغادي نضيفو لديك الحشوه ديال الحوت، وغنخليه يترقد مزيان جانبا. المهم هادشي اللي كاين. في نفس الوقت راه كنقص عليا الماعن قد ما يعني باش تربحوا الوقت، قد ما لقيتو تغسلوا الماعن وانتم كتشقاو قد ما كان افضل، حيت كاين دابا اللي كيبقى يغسل يبقى يوسخ في المعينات ويوسخ كاسرونه، يوسخ مقله، يوسخ طبسيل، وكيخليهم حتى كيتجمعوا عليه في الاخر كيعيا كيقول ناري على الماعن، ناري على بوطاجي كي داير، كي غندير دابا نغسل هذا العجب. ولكن الا كنتو كتشقاو وكتغسلوا وكتمسحوا وكسميتو راه فاش في الاخر كتجيو تغسلوا، راه كتغسلوا غير دوك الطبيصلات فين كليتو، يعني كتجيكم داكشي كيجيكم ساهل. المهم هنا كما كتشوفوا راه عندي واحد جوج سطيلات صغار، دايره وحده كنرقد فيها دوك الزيوفه ديال الكوزينه. ملي كنسالي الطياب كنديرهم في جافيل ونخليهم، وحده خلاص راه كندير فيها شويه ديال الصابون وجافيل باش كنغسل المعينات. وهذاك البرودوي خلاص اللي اورانج شمايه، داك الليمونير هذاك راه ديال ليدام، داك كيقولوا له الو. المهم كل شنو كيقول ليه داك راه كنمسح به البوطه مزيان، وكنمسح به الحيط، وكنمسح به يعني دوك اللاطاس اللي فيهم ليدام، وداك الشيء راه صراحه كيخرج كيعطي واحد زوين. المهم المعينات ولا هادشي الانوكس هذا، داك الحامض اللي عصرت ما كنرميش ديك القشره، كنحتفظ بها. عندي واحد الغريفات كنشربوا فيهم واحد الكويسات ديال النحاس، كناخذ الحامض وكندير ليهم الحامض مزيان، كنحكها بالحامض وكنخليها جانبا حتى كترقد مزيان في داك الحامض وصافي. المهم كنكمل شقايه وكنخلي فيها داك السيترون في داك الكاس ديال الكويفر ولا ديال النحاس.
المهم هنايا الحشوه غنضيف واحد، نسيت البابريكا، غنضيف واحد معلقه صغيره مع مرش، وغادي نخلط. اللي بغى يضيف حتى الهريسه في الحوت يديرها، ولكن انا الدراري ما كنبغيش يعني ما كيبغيوش، كاين اللي كيبغي الحار كاين اللي ما كيبغيش، كنخليها لهم عاديه بحال هكا. وبالنسبه للقلي راه تنخليهم حتى كيطرقدوا مزيان بين ما ساليت الشقه، يعني الاخر كندير العصير وكندير سميتو. المهم القليان كنخليه هو الاخر بين ما دخلت ديك الحشوه مزيان، ديك العطريه كيتعطر ليا داك الحوت. ما علينا. المهم دابا غادي نغسل يديا، وغادي نغسل داك الكويس باش تشوفوا النتيجه واش بحال الاول بحال دابا. كاين اختلاف بزاف. المهم انا هادشي اللي كندير النحاس فاش ما كيكونش داك البرودوي، كناخذ غير الحامض. حيت هاد الكويس هذا كنستعملوه كل نهار، يعني كنخليه اليوم حدا داك واحد الترموسه ديال الماء، كندير فيها الماء، كنشري الماء وكنكب فيها الماء، بحال دابا ولدي صغير ما كيعرفش يكب من قريعه. هانتوما كيما شفتوا النتيجه تبارك الله راه كيخرج كيشعل. كما قلت لكم الترموسه بالروبيني ديالها كنخليها ليهم في البوطاجي، اللي بغى يشرب ولديه هكا كيعرف بحال الشكل ديال الروبيني صغير كتجي سهله. هنا غادي ندوز باش نوجد لهم العصير. خديتو ديال الفريز، غسلتو، درتو مع الماء، خليتو واحد 5 دقائق في داك الماء. غنغسل الليمون صافي، وغادي نغسل البنان. كاع اللي متوفر لكم في الديسير ديروه. هذه باربه خضره ما طيباش، خضره كتكون صحيه اكثر من الباربه اللي كتكون طيبه. من الافضل ما طيبوهاش نهائيا لوليداتكم، غير ديروها خضره هكا مع العصير، راه كتجي زوينه. وتا داك الجهد، داك المذاق ديالها بزاف ما كيكونش مجهد، بحال فاش كتكون طايبه راه كيكون المذاق ديالها شويه قاصح. المهم كناخذ الليمون، غادي نعصر الليمون، وغادي نعصر واحد ديك نص حامضه اللي شاط ليا، غنعصرها مع هذا العصير. راه ما ديروا لا سكر لا والو، حيت اصلا البنان كيكون حلو، والليمون حتى هو راه حلو، ماشي داك الليمون اللي حامض بزاف. حيت انا واخداه منه تقدروا تاكلوه ومنه تعصروه. المهم غادي نعصر الليمون، وغادي نقطع هذاك البنان، ونقطع الباربه، وغادي نغسل الفريز مزيان. كما شفتوا الفريز راه خليته في الماء واحد تقريبا 5 دقائق. المهم هنا راه مراقبه في نفس الوقت ديك الخضره لا تحرق ليا ولا شي حاجه. بالنسبه للخبز راني عجنت الخبز الصباح، راه قريب يخمر دابا، راه دايره الفران كيسخن. عجنتو عادي في عجانه، والمهم عجنتو تدلك مزيان، خليتو تدلك مزيان، وفي نفس الوقت كندير حاجه اخرى. والمهم راه قريب حتى هو باش نديرو يطيب. شعلت ليه الفران. المهم هنا الليمون كيما شفتوا الكاس الاول غادي نحيدو، وغادي نكمل دوك الليمونات اللي باقيين عندي، وهادشي اللي كاين. وبالنسبه للشلاضه كنت باغا ندير شلاضه ديال المطيشات، قالت لي بنتي يا ماما بلاش ما ديريها لنا، دير لنا غير ديال الخضره. المهم هنايا الباربه كما شفتوا الباربه راه عندنا خضره، خديت غير وحده كبيره، كانت صغيره كديروا جوجات على حسب نتوما، ممكن الافضل ديروا غير وحده كبيره صافي ونوضوا نايضين. وبالنسبه للبنان نتوما كتحكموا في العصير في الختوريه ديالو كيفاش بغيتوه. انا درت البنان حيت هذا البنان عندي في الثلاجه، ومهم حطيته باش ما يخسرش، راكم عارفين البنان حساس دغيا كيخسر. المهم غادي نغسل داك الفريز مزيان. من الافضل ديما خليو هاد الفريز ولا المهم اي ديسير ما كتكونش عنده القشره، ديما خليوه في الماء على الاقل واحد 5 دقائق، وديروا ليه واحد رشيشه ديال الخل الابيض صافي. هانتوما كنحلو وكنراقب من الداخل، كنشوف من الداخل كيفاش دايره الفريزه باش نشوف ياك ما فيها شي حاجه ولا شي. المهم راكم عارفين دابا كلشي ولا كيخلع الله يحفظه صافي. المهم انا كنقيها وكنشوفها من الداخل وصافي. البنان حتى هو راه غسلته، غادي نقيه وغادي نقطعو دواور. وهذا العصير البنات راه كيجي زوين وكيجي خطير، كيجي بنين، واحد المذاق فيه ما نقولش لكم. جربوه وعاد ردوا عليا، وراه تيعجب حتى للدراري الصغار. انا تبارك الله ولدي راه كيعجبو، كنديروا ليه تبارك الله راه كياخذ فيه ما شاء الله، تيعجبو. كياكلوا هكا البارب بواحد الطريقه يعني ما كيعيقوش بالمذاق ديالها كاع، واش كاينه فيه واش باينه واش ما باين. المهم ما بايناش حيت هي خضره ما كتبانش في العصير. اما كون طيبتها راه ما غاديش ياخذوها ليا صراحه. هكا خضره كتعجبهم، وفي نفس الوقت راه كتحتفظ بالفوائد ديالها. المهم انا المعاناه راه كنبقى نجمع، وكنجمع دوك القشور وداك الشيء كنجمعهم في واحد الميكا عاديه، حيت انا دايره واحد الميكا كبيره حاشاكم لداك اللي كنجمعوا فيه لابوبيل، ودايره ميكا كنجمع فيها غير الخضره ويعني الخضره وداك الديسير القشور وداك الشيء كنجمعهم بوحديتهم، وكنعاد كنحطهم في ديك البلاستيكه ديال لابوبيل.
باش هكا الناس كاين اللي كياخذوا دوك القشور وداكشي، كاين اللي كيوكلهم الخرفان، وهذه كنبقى نعزل ميكا راه فيها دوك البلاستيكات وفيها الحاجه اللي ما صالحاش، وميكا كندير فيها ديك الخضره وداكشي. المهم انا كنرميها اللي لقاها. المهم راه كاين دوك الناس اللي كيجمعوا هكا يعني المواشي اللي كاين اللي كيكون عنده الخرفان وداكشي. المهم انا هادشي اللي موالفه كندير، كنعزل الخضره وكنعزل الميكات وداكشي بوحديتو. المهم خديت العصير غادي نطحنو. الخضره ديالي راه طابت تبارك الله، راه درتها صفيتها في واحد الشبيكه باش تسقطر، وغادي نخليها حتى تدفى واحد شويه، وندير لها داك العطريه ديالها، غير شويه زيت الزيتون، كمون، ملحه، البزار، صافي، وشويه ديال الخل، وكنقدمها ليهم. انا ما كندير لهم لا مايونيز لا حتى شي حاجه، كنخليها عاديه باش ياكلوا الخضره بوحديتها. العصير ها هو تبارك الله واجد وكيجي خاطر ما شاء الله وبنين، بداك المذاق ديال الفريز وداك النص حامضه اللي درت ليه والليمون البنان، يعني صراحه كيجي زوين بزاف. بعض المرات راه كندير فيه حتى التفاح. المهم اللي لقيته في الديسير غير ديروه ماشي مشكل. المهم راه كيجي بنين وزوين وخاطر. ما علينا، دابا غندوزو ان شاء الله ندير المقيله ديالي باش تنشف من داك شويه ديال الماء معها يلا غسلتها، وندير ليها زويته باش ندوز ان شاء الله نصايب لهم شويه ديال البطاطا يلا جبتها. وداك الخضار قال لي راه ديال الفريت، وصراحه درتها ولكن ماشي ديال الفريت، ما صدقاتش، ما عجبتنيش. المهم داكشي باش ما كثرتش منها نيت صافي. وفي نفس الوقت كنقص عليا الماعن كما قلت لكم، ديما نقصوا عليكم الماعن، وانتم كتشقاو وكطيبوا ديما نقصوا عليكم الماعن، حيت كاين دابا اللي كتشقاو في وسط الماعن وكتجمع شي فوق شي حتى كتلقى واحد العرام ديال الماعن كيتسنى في الاخر. من الافضل هكا راكم خدامين وكطيبوا الخبز وكطيبوا في الغداء، وفي نفس الوقت راكم كتغسلوا الماعنات. المهم هادشي اللي كندير انا باش ما نبقاش نتغلب في الماعن، وكنلقى راسي في الاخر يعني راه ما بقى ليا والو، غير دوك 2 طبيصلات ولا 3 فين كلينه ودوك الكويسات ديال العصير، صافي كيجيني داكشي ساهل خفيف ظريف. المهم هادشي اللي كاينه البنات. هاد الفلوق هذا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والمهم غتبقاو معايا حتى النهايه تشوفوا ان شاء الله الغديوه ديالي فاش غنطيبها. المهم داكشي راه فلوق خفيف ظريف، غير ما بغيتش نغيب عليكم وصافي. مع المدرسه دابا والقرايه ديال الوليدات وداكشي راه ما تنساليش بزاف. هادشي اللي كاين. المهم غادي ندوز دابا باش نرمي ديك البطاطا تقلى، وغادي ندير نشلل دوك المعينات باش شويه نجيب نقليو داك الحوت، وندوز باش نرمي الخبز في الفران. تبارك الله الخبز راه طلع خامر ما شاء الله. ديال القمح كندير انا غير القمح وشويه ديال الفرص، ما كنكثرش الفرص الحرش. المهم غندوز دابا باش نرميها في الفران. وهنا الفران البنات راه عندي داك ديال الضو، كنطيب غير في ديال الضو، ما عنديش ديال الغاز، وكندير 300 درجه وكنشعل من الفوق ومن التحت، كيجي فيه الخبز ما شاء الله زوين بزاف. المهم كندير 300 درجه وكنشعل الفوق والتحت صافي، وكنخليه. ولكن راه من الافضل خليو الفران حتى يسخن مزيان عاد باش نرميو الخبز. الا ما سخنش الفران مزيان راه ما كيطلع لكمش الخبز زوين. خليو الفران يسخن مزيان، والخبز او ميم طو راه كيخمر. ومني كتجيو ترميو الخبز ديالكم راه كترميوه والفران سخون، وكتخليوه على درجه ديال 300 درجه، يعني اعلى درجه ديالو هي 300 درجه. ما كتخدموش الفرفره نهائيا، وكتشعلوا الفوق والتحت وخليوه يطيب. راه دغيا تبارك الله كيطيب لكم الخبز. المهم هنا غادي ندوز نشلل دوك المعينات، وها نتوما معايا. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرق، فأين أمضي وحول الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إذن به، شوقا يرتل في حزن تبت له.
فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل. هنا البنات بغيت نوريكم واحد الطريقه كنديرها للبرارد باش كيخرجوا كيشعلوا من الداخل. كندير ليهم خماره ديال الحلوه، خماره بيكن باودر عاديه مع الماء، وكنبقى نخليه يطبخ واحد شويه. ملي كيطبخ مزيان حتى كطلع فيه ديك الغليه كناخذو كنغسلوه من الداخل مزيان كيخرج كيشعل. المهم هاد الطريقه راه احسن من الطريقه ديال الجافيل، حتى الجافيل راه كيخرج كديروا ليه جافيل كيطيب فيه. المهم انا كندير الخميره احسن حيت داك الجافيل كيخلي واحد الريحه في البراد ما كتعجبنيش. كندير غير الخميره مع الماء وكنخليها تطبخ، خميره ديال الحلوه. المهم الطريقه راه ساهله وجربوها وردوا عليا. سلمت قلبي يا ربي لتصله. رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. وعدت نحوك منهوكا لتحمله. هنايا البنات فاش كنقلي الفريت راه صراحه ما كنقليش انا الفريت بزاف، كنحاول كنديرو غير في الفران. هاد المره قالت لك بنتي عافاك ماما ديري لنا مقلي يعني في المقله عادي بحال الشكل ديال اللي كناخذو على برا. قلت لها واخا نديرو لكم، ولكن راه كنديرو لهم في الفران مع لا شابلور كيجي زوين وكيجي محمر ومقرمش. ونيت بغيت نجرب هاد البطاطا هادي، يلا خديتها قال لي الخضره راه ديال القليان، وصراحه صدقات ماشي ديال القليان حيت تتبدل اللون ديالها. وهادشي اللي كاين. من الافضل ديما نستعملوا الفران بالنسبه للوليدات ولا للكبار للصحه ديالهم اي حاجه. المهم ديال الفران كان افضل للحوت ولا سميتو. المهم انا اليوم تشهاو ليا القليان، راه قليت ليهم الحوت وقليت ليهم الفريت ودرت ليهم خضيره مسلوقه وشويه العصير. المهم هذا هو الغدا ديال اليوم ديال الحد، خفيف وظريف، نتمنى يعجبكم. وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوسعه شمعا وأشعله. يا رب تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله. سلمت قلبي يا ربي لتصله. رفعته لك. هنا غادي ندوز باش ندير داكشي المهم العطريه اللي كندير لديك الخضيره. غندير شويه ديال الخل، شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون وصافي. وكنخلط وكنقدمها لهم عاديه. ما كندير لا مايونيز لا حتى شي حاجه، لا طون لا والو. ما كيبغيوش ليا الطون ما كيبغيوش ليا المايونيز، كنخليها سيك عاديه وفي نفس الوقت راه صحيه. اللي بغى يضيف بصيله رقيقه يضيفها حتى هي ماشي مشكل. المهم انا راه كنخليها بحال هكا ما كيبغيوش ليا البصله. وهادشي اللي كاين. وغنطيب لهم داك الحوت وصافي غنقدم لهم كلشي في الطبيسلات. المهم نخليكم تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله ديال هادشي. سلمت قلبي يا ربي لتصله. رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق. فأين أمضي وحول الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له.
فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر. المهم هنايا كنقلي داك الحوت في لا شابلور، غير في داك الخبز اللي كنبقى نجمع داك الكومير وكنبقى نديرو يتقرمل في الفران وكنطحنو، ولا كنحكو في الحكاكه ديال الخبز صافي. وغادي نكمل بحال هكا حتى نكملو كامل. وبالنسبه كما كتشوفوا داك الربيع، راني جبت الربيع نقي طري باش نقيه ونقادو ونديرو في الثلاجه فاش كنبغي كنلقاه المهم واجد. كيعجبني انا نخليه طري، ما كنحمش داك الربيع اللي كيكون جامد. كيعجبني بحال هكا نقيه ونخليه غير في بلاصيكه ونديرو في الثلاجه ولا في شي بواطه. وديك الزويته باش قليت الفريت هي اللي كنقلي بها نيت الحوت. المهم هادشي اللي كاين. نتمنى هاد الروتين ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. راه ما فيه لا يعني ما كنزوق ما كندير حتى شي، المهم داكشي عادي جدا متواضع. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. والمهم يكون هذا الفيديو هذا خفيف ظريف على قلوبكم وينال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه، راه كنقرا كاع التعاليق كامله اللي كتوصلني. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغدا اللي وجدت معكم اليوم. كما كتشوفوا راه ساهل وخفيف وظريف. وبالنسبه للعصير حتى هو راه ساهل وصحي، ديروه لوليداتكم وليكم حتى نتوما. بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم راه صحيه ديك البربه ملي كتكون خضره. المهم هادشي اللي كاين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي كتوحم تسمح لينا. المهم هادشي اللي كان. وبالنسبه للخبز راه طلع ما شاء الله، الخبز حتى هو مقرمل وجا محمر وزوين. يعني بالقمح من الخاله ديالو بكل شيء. المهم راه كيجي ما نقولش لكم المهم زوين، راه كلشي راه باين غير الصوره كتبين كلشي. وهادشي اللي كاين ونخليكم تشوفوه. المهم هنا راه خليت لوليداتي كياكلوا. والمهم هادشي اللي كاين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ومع السلامه الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله يا ربي.